طبيبة هندية مشهورة قالت لي ارمي التوم في الزيت المغلي، وبدل ما تشتري الإزازة الواحدة ب1200 جنيه حضريها انت في البيت في أقل من 5 دقايق. وعمري في حياتي ما كنت أتخيل أبدا إن فص توم واحد يعمل في شعري كده. والله والله لو انت انتظمتي على الوصفة دي 5 أيام بس شعرك هيوصل لحد كعب رجلك، حتى لو شعرك ده مش بيطول وعجز بقاله أزيد من 50 سنة. الوصفة دي ليكي ولبنتك ولأي حد بيعاني من مشاكل الشعر. بدل ما تلفي على زيوت وكريمات وكلها مش بتجيب نتيجة، تعالي وشوفي وصفتي دي، استخدميها يوم واحد وشوفي النتيجة. هتبات شعرك بطول وهتصحي تاني يوم بطول تاني خالص. اول حاجة انا محتاجة 10 فصوص من التوم، لازم يكون توم صحيح سليم لسه مقشراه دلوقتي حالا. بعد كده ببدأ ان انا ادقه بالسكينة بالشكل ده وانعمه على قد ما اقدر. شايفين انا بنعم كده، انا عاوزة كل السوائل الموجودة في التوم. في ناس هيقولوا لي ممكن نفرمه في الكبه، عاوزه اقول لك ان انت لو فرمتيه في الكبه ممكن يعني تفقدي زيوت من الزيوت الموجوده في الثوم. فافضل حاجه حضريه بنفس الطريقه، مش هياخد منك اي وقت ابدا. خلاص كده حضرت التوم بتاعي، يلا بينا على عين البوتاجاز في طاسه. ببدا ان انا اسخنها كويس. اول ما بتسخن معايا الطاسه هبدا ان انا اطفي النار تماما، وابدا ان انا اضيف زيت الزيتون. اهم حاجه استخدموا زيت زيتون يكون بكر، يعني عصره على البارد، ده افضل حاجه. بعد كده معايا التوم اللي احنا حضرناه، هنزل بيه التوم واديله تقليبه حلوه. وبعد كده كمان معايا هنا 10 حبات او قرون من القرنفل، بدات ان انا اضيفهم. ومعايا ورقتين 2 من اللوري. طبعا لو معاكي ورقه زي الورقه دي مش هتنفعك خالص، لازم يكون ورق اللوري اللي معاكي ورق فاتح وكمان سليم. بدأت ان انا اكسره واقطعه لقطع صغيرة بالشكل ده. وهبدأ بقى ان انا اقلب الزيت مع الثوم مع القرنفل مع ورق اللوري. اظن كلها حاجات بسيطة. القرنفل ده عاوزة اقول لكم التمن كيلو ب3 جنيه، يعني رخيص جدا. ورق اللوري بيتباع اصلا بجنيه او ب2 جنيه، والثوم عندنا وزيت الزيتون ان شاء الله يكون موجود عندكم. يعني كلها مكونات بسيطة. حضرنا كده الزيوت بتاعتنا 4 زيوت، حضرناهم في وقت واحد. بعد كده لازم أن يكون عندنا علبة او ازازة او اي حاجة عندك تكون لها غطا محكم. وببدأ لان انا عاوزة بعد ما قلت كل الحاجات دي اغطي عليها عشان الزيوت المتطايرة هي اللي فيها الفايدة كلها. ببدأ انزل كده بكل اللي موجود معايا في الطاسة، وعلى طول مباشرة بغطي. وكل ما الزيت ده هيستنى عندك كل ما نتيجته هتكون افضل وافضل وافضل، وما تستغنيش عنه ابدا. اوعي يعني انا عن نفسي من يوم ما عرفته مستحيل استغنى عنه. سيبته من بالليل لتاني يوم الصبح، يلا بينا نستخدمه. اول حاجة انت عندك طريقتين، طريقة للشعر كله وطريقة للاماكن اللي بدأ ان الشعر يخف عندك، او الناس اللي بدأ يكون عندها بدايات صلع، او الناس كمان اللي عاوزة تقل رموشها. بتجيبي فرشة اسنان وتعملي بحركة رايح جاي بالشكل اللي انت شفتيه ده. بعد كده بقى لو انت هتستخدميه لشعرك كله، بتاخدي من الزيت وتعملي تدليك لفروة شعرك. المهم ان انت تسخنيها، وطبعا بتكوني غسلة شعرك ومنضفاه من قبلها.